جمعتنا هذه المظاهرة اللي جمعت المجتمع المدني مع المؤسسة الرعاية الإذاعة والتدبير باش نحتفلوا بالجمعيات اللي تيشتغلوا على تقييم الآثار الاجتماعي اللي كيديروه في نطاق الشغل ديالهم. كاينين 3 الفئات: فئة التربية، فئة ديال الإدماج، وفئة الصحة والإعاقة. واليوم حنا تجمعنا باش نفكروا مجموعين على حلول باش هذا التثمين وهذا تقييم الاثار الاجتماعي يكون حاجه اللي اي جمعيه تستعملوا. وحنايا المساهمه ديالنا كمؤسسه الاذاعه والتدبير هو في تمكين هذا المجتمع المدني بورشات تدريبيه باش يخدموا على هذه المشاريع ولا هذه الميثودولوجيات اللي كاينين في في مجالات كثيره، ونخدموا حتى على تاهيل كفاءات ديال الناس اللي كيشتغلوا في هذه الجمعيات باش يقدروا يكونوا حتى هما قايمين بهذا الدور يوميا في اطار الشغل ديالهم. وحنا الحمد لله هذا الشيء كامل كنعملوه باش نساهموا في تطوير البلاد وباش نخدموا كاملين مجتمعين باش نزيدوا القدام برعايه سيدنا الله ينصرو. إذا جيت سعيد أن نكون بين الفائزين 3 بجائزة ديال فونداسيون سي دي جي اللي هي امباكت سوسيال امباكت، اللي كانت عن طريق مشروع أسوريف اللي كيعني بالأمازيغية خطوة نحو الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب في وضعية صعبة على مستوى جهات تبني المياه والنفرة. صراحة هي فرصة لنا باش أننا يكون يعني نبينوا ليفور اللي درناه جميع كجمعية مع الشركاء ديالنا المؤسساتيين وأيضا مع الجمعيات على مستوى الجهة، وكاين أيضا فرصة لنا باش نحينوا ونعزوا ونحسنوا المقاربة ديال الاشتغال ديالنا عن طريق ما يسمى لو بيلوتاج بار لامباكت اللي اكتشفناه مع الاطر ديال ليسك وديال لا فونداسيون سي دي جي. الودادية اللي هي جمعية مغربية كتعمل من أجل الحقوق ديال الناس في وضعية إعاقة حركية. هذه دابا واحد 34 سنة من خلال خدمات عندها علاقة بالصحة بالترويض وعندها علاقة بالجانب الاجتماعي. شاركنا في البري سي دي جي امباكت سوسيال بالحاضنة ديال الأمل ديالنا اللي سميتها إفادة، واللي كتواكب حاملي المشاريع في وضعية إعاقة اللي كيبغيو يتلونساو في المجال ديال المقاولات. والحمد لله اليوم ربحنا لو بروميير بري ديال لا كاتيجوري ديال الصحه والاعاقه، وكنشكروا لا فونداسيون سي دي جي على الثقه ديالها والفريق ديال لو سيك بيزنس سكول على التكوين ديالو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.